بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم الكلام حول قول الله عز وجل عندما قص في كتابه الكريم عندما دخل أهل يوسف إلى مصر، فلما دخلوا على يوسف هوى إليه أبويه ورفع أبويه عن العرش، قال وخروا له سجدا. ومر معنا أن السجود كان في شريعة من كان قبلنا تحية للملوك، تحية للملوك في شريعة من كان قبلنا إلى زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. وليس سجود عبادة، وإنما سجود تحية. فلذلك لما ذهب معاذ رضي الله عنه إلى الشام ورأى ما يفعل الروم، رجع إلى المدينة فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال إني وجدتهم يسجدون لأسقفتهم، أي لملوكهم وأمرائهم. قال لا تفعل هذا، لو كنت آمرا قال لا تفعل هذا إلا لله، أي السجود لله. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حق الزوج، لعظيم حق الزوج. وكذلك جاء في حديث آخر أن سلمان الفارسي رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فخر له ساجدا، فقال لا تسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسجد إلا للحي الذي لا يموت، لا تسجد إلا للحي الذي لا يموت. فنسخت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهو التحية بالسجود، وجعلت تحية أهل الإسلام في هذه الأمة باليد، بالتسليم كما تسلم الملائكة. وهذا كما ذكر وبعض أهل العلم أن هذا من مميزات هذه الأمة، ومن ما خصت به هذه الأمة، أن جعلت تحيتها كتحية الملائكة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالتحية السلام عليكم، الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل ما يضره، فمما تميزت به هذه الأمة السلام. وهنا مما ما نبه عليه يعني العلماء، وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبه عليه العلماء لوجود الدليل عند التحية، عند إلقاء التحية والتسليم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحدنا يلقى أخاه أيسجد له؟ قال لا.
قال أينحني له؟ قال لا. قالوا فماذا يفعل؟ قال يسلم عليه. قال يسلم عليه. قالوا أيعانقه؟ قال لا، إلا إذا كان جاء من سفر، هنا تشرع المعانقة. كيف السلام؟ أن تمد يدك تسلم عليه، أو يعني تشير بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمصافحة أفضل، المصافحة أفضل. ما من يعني مسلمان يلتقيان بمعنى الحديث فيتصافحان إلا خرت خطاياهما. فالمصافحة سبب لمغفرة الذنوب، لكن السجود ما يجوز كما تقدم. وكذلك الانحناء، أن ينحني عند التسليم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز في شريعتنا وفي ديننا، لا يجوز الانحناء لأحد إلا لله عز وجل. المسلم معظم ومحترم، المسلم معظم ومحترم، لماذا ينحني إلى عبد مثله وإلى مخلوق مثله؟ لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز هذا الفعل. إنما ينحني لله حال الركوع، الانحناء يكون لله عز وجل، أما للمخلوق لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: لا تسجد إلا للحي الذي لا يموت. قالوا: يا رسول الله ينحني أحدنا؟ قال: لا. فلماذا يشاهد أن عند التسليم ينحني؟ ما يجوز هذا الانحناء. مفهوم هذا؟ هذا الانحناء لا يجوز. أنت معظم، أنت مسلم، عظمك الله عز وجل بالإسلام وشرفك بالإسلام وجعلك لا تنحني. الانحناء فيه مذلة وتعظيم للمنحنى له. ما يجوز تعظيم المخلوق فوق قدره. نعم نحترم يعني المخلوق، ويعني من الأخلاق الحسنة تبجيله، لكنك تعظم فوق منزلته، تنحني له، ما يجوز ذلك. تسلم عليه بدون انحناء. وإذا رأيت أن رجل يفعل هذا الأمر فانصحه وقل له: هذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، سلم عليه وأنت قائم، مثلما يعني يسلم غيرك، مثلما يفعل غيرك. وقل له: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أينحني؟ قال: لا، منع من ذلك ونهى عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال: لما أتم الله ليوسف ما أتم له من التمكين في الأرض والملك، وأقر عينه بأبويه وإخوته، وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، أي تعبير الرؤيا وغير ذلك من العلم، فقال مقرا بنعمة الله شاكرا لها داعيا بالثبات على الإسلام. وهذا الذي ينبغي ويجب على كل من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة، وأعظم النعم نعمة الإسلام، أن يشكر الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا شديد. فشكران النعم سبب لثبوتها واستقرارها وزيادها. وإذا أراد العبد أن يثبت على دين الإسلام وعلى هذه النعمة فليشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام وهدايته إلى الإسلام، فذلك سبب لثبات هذه النعمة ولبقائها. قال: رب قد آتيتني من الملك، وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم، فاطر السماوات والأرض، إلى قول توفني مسلما، أي أدم علي الإسلام
وثبتني عليه حتى توفاني عليه. ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت وألحقني بالصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. أي يوسف عليه الصلاة والسلام دعا ربه بأن يتم عليه هذه النعمة وأن يبقيها حتى الممات، أن يبقيها حتى الممات، ثبات على الإسلام، وأيضا أن يتوفاه مع مسلما، هو يعني ما زال على الإسلام، وأن يلحقه بالصالحين. وقيل أن هذه الدعوة كانت يعني قريب عند يعني نزول موت يوسف، لما نزل به الموت دعا بهذه الدعوة. ولكن الظاهر كما ذكر العلامة السعدي أنها يعني مواصلة، عندما يعني ذكر نعمته بأن جمعه، نعمة الله عليه بأن جمعه بأبويه، ودعا بهذا الدعاء، وكان هذا أن الله عز وجل يجعله ثابت على الإسلام حتى الممات، وأن يتوفاه يعني مسلما، وأن يلحقه بالصالحين، وأن يلحقه بالصالحين. وهذا يعني قال ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت، لم يكن هذا دعاء باستعجال الموت، لأن الدعاء باستعجال الموت لا يجوز إلا إذا خاف العبد على دينه، إلا إذا خاف العبد على دينه. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لا يقول اللهم أمتني، لا يجوز ذلك إلا إذا خاف على نفسه الفتنة في الدين، خاف على دينه، فهنا لا بأس أن يدعو، لا بأس أن يدعو بالموت. ويدل على جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عند في فتنة الدجال قال: يمر أحدكم بالقبر فيتمرغ فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. ولم يعني ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل. فإذا خاف العبد على دينه فهنا يجوز له أن يدعو بالموت، يجوز له أن يدعو بالموت. لكن إذا لم يخف، نزل به ضر، ألمت به حاجة، فقر، شدة، مصيبة من مصائب الدنيا، فلا يجوز إلا فإذا كان لابد فليدعو بهذا الدعاء: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قال: لما قص الله هذه القصة على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: ذلك الإنباء أي الإخبار الذي أخبرناك به من أنباء الغيب الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل، فإنك لم تكن حاضرا لديهم إذ أجمعوا أمرهم أي إخوة يوسف وهم يمكرون به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ولا يمكن ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياها، كما قال تعالى: لما قص قصة موسى وما جرى له ذكر الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه، فقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، الآيات. فهذا أدل دليل على أن من جاء
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، على أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، على أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. قال التفريق بينه وبين في حياة لا يطلع عليه إلا الله، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى علمها. هذا يعني التعبير لعله الصواب، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياها. نعم، هذا من أبرز الأدلة وأدل الأدلة على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. فقد أخبر بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام ولم يكن حاضرا، وأخبر بمكيدة إخوته ولم يكن حاضرا، وذلك كقول الله عز وجل في وما كنت بجانب الغربي، وقول الله عز وجل وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وقول الله عز وجل في مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله عز وجل في كتابه الكريم نبيه صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم، أي وما كنت حاضرا. إنما هذا من إيحاء الله عز وجل إليك، فدل على صدق نبوته وعلى أن القرآن وحي من الله لم يخترعه هو كما زعمه الكفار من كفار قريش ومن اليهود أيضا والنصارى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.